وبعد فوز نادي الأهلي على الزول السوداني ب3 أهداف مقابل لا شيء في استاد القاهرة، بيصعد نادي الأهلي وصيفا للمجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا مع نادي صن داونز الجنوب أفريقي، علشان نادي الرجاء المغربي يصطدم بنادي الأهلي المصري في دور ربع النهائي. خلينا متفقين إن نادي الأهلي سواء صعد متصدر المجموعة أو صعد في المركز الثاني من المجموعة، الكل مش بيتمنى يقابل نادي الأهلي. وأسفرت القرعة على ان التصنيف الاول لنادي الوداد والرجاء والنادي الترجي التونسي وصن داونز الجنوب افريقي، وفي المركز الثاني نادي سيمبا التنزاني والاهلي المصري وشبيبة القبائل وشباب بوليسداد. ومن شروط المسابقة ان طبعا مفيش فريقين من نفس المجموعة هيواجهوا بعض غير في النهائي، يعني نادي الاهلي مستحيل يلاعب نادي صن داونز سواء في دور ربع النهائي او حتى دور نص النهائي. طيب القرعة اسفرت عن ايه؟ سيمبا التنزاني هيواجه نادي الوداد المغربي، نادي الاهلي المصري هيواجه نادي الرجاء المغربي، شباب بوليسداد الجزائري هيواجه صن داونز الجنوب افريقي، والترجي التونسي هيواجه شبيبة القبائل الجزائري. طيب بالنسبة لمباراة الذهاب ومباراة العودة ومواعيد المباريات، خلينا متفقين ان اصحاب المركز الثاني في دور ربع النهائي مباراة الذهاب بتكون على أرضهم. نادي الأهلي هيلعب مباراة الذهاب قصاد نادي الرجاء في استاد القاهرة، ومباراة العودة في المغرب. طيب المباراة هتكون إمتى؟ مباراة الذهاب هتكون يوم 21 و 22/4، ومباراة العودة هتكون يوم 28 و 29/4. طيب في حال تأهل نادي الأهلي إن شاء الله إلى دور نصف النهائي هيواجه مين؟ القرعة قالت ان الفايز من المباراة الثانية اللي هي نادي الاهلي المصري ونادي الرجاء المغربي هيواجه الفائز من المباراة الرابعة لنادي الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري. يعني لو الاهلي تخطى نادي الرجاء وهي المباراة الاصعب في هذا الدور ونادي الترجي فاز، الاهلي هيواجه نادي الترجي. هقول لك ايوه، الاهلي هيواجه نادي الترجي. بس في حاجة هنا بقى اللي بالنسبة لنادي الأهلي، ودي حاجة كويسة وميزة لنادي الأهلي، في حال تأهل نادي الأهلي لدور نصف النهائي مباراة العودة هتكون في استاد القاهرة. مباراة الذهاب لدور نصف النهائي هتبقى يوم 12 و 13/5. مباراة العودة لدور نصف النهائي هتكون يوم 19 و 20/5، والعودة في حال تأهل نادي الأهلي هتكون في استاد القاهرة. طيب بالنسبة للنهائي، ذهاب النهائي هيبقى يوم 2/6. واحد يقول لي سنة انت بتقول ذهاب وعودة، مش النظام كان هي مباراة واحدة للنهائي زي الموسم اللي فات؟ هقول لك طيب ما انت خلاص، ما انت عرفت ان الدنيا اتكعبلت، وعرفت ان حصلت كارثة، وعرفت ان حصل تآمر، وان لازم النهائي يكون في المغرب، ولازم النهائي يكون مش عارف فين علشان يخدم فريق، وعرفت ان في مؤامرات بتحصل، وده اللي حصل، وده السبب الرئيسي في خروج نادي الاهلي. علشان كده افريقيا يعني النظام فيها مش تحضر اقصى حاجه، يعني قال لك لا يا عم، طالما الامور بتمشي كده خلي فيه ذهاب وعوده علشان محدش يتظلم. الذهاب يكون في ملعب والعوده تكون في ملعب الفريق التاني علشان كل واحد يلعب مع جمهوره وعلى ارضه. طيب لو الاهلي يا عم، احنا اللي يهمني الاهلي دلوقتي، لو الاهلي صعد للنهائي العوده هتكون فين؟ انا عايز اروح الاستاد واسمع المباراه. للاسف صاحب المركز الثاني في حال تأهله للنهائي مباراة العودة هتكون خارج ملعبه، يعني التتويج هيكون خارج الملعب. يعني نادي الأهلي في حال صعوده للنهائي مباراة الذهاب هتكون يوم 2/6 في استاد القاهرة، ومباراة العودة هتكون يوم 9/6 للفريق المنافس.